أشي صار لك 16 سنة تتمرن وما عندك عضلات؟ طبعا هذا الفيديو اللي نزلناه جيم تور قبل فتره، اكو كم واحد كان يقولون شو انتم صار لكم فتره زمنيه هوايه بس ابغى جسمكم ما بي نتائج. احنا غايه الفيديو من جيم تور ما كان انه نريد نشوف جسمنا، بس كنا نريد نشوفكم الجيم. بس بهالفيديو راح نحكي شوي عن حياتنا الرياضيه. فأني بالنسبة لي صار لي 10 سنوات دا أتمرن ومسوية باور ليفتنج مسابقات، وحاليا وزني أني 62 كيلو ونسبة دهوني 21%. وخلال هاي ال10 سنوات اللي تمرنت بها بنيت عضل تقريبا 12 كيلو. مش يعني كلش زين يعتبر، احنا طبيعيين اثنين. واني صار لي تقريبا 16 سنه اتمرن، خذت مسابقات بادي بيلدينج، همين اتمرن اولمبيك ليفتنج. وزني حاليا 87 كيلو ونسبه دهوني 13%، ومن بديت لي هسه تقريبا 25 كيلو عضل ضايف. وطبعا غايه الفيديو هذا انه اكو هواي عالم بالشرق الاوسط نلاحظ انه اذا عبالهم اذا حيدخلون قاعه الحديد راح يبنون عضلات، راح يصيرون مثل ارنولد او بيج رامي. فبناء العضل الطبيعي بدون هرمونات او اي شيء كلش صعب، وبالاخص احنا البنات. اي فيعني لا تفكروا انه رفع الاثقال راح يسبب بس ضخامه، لانه رفع الاثقال مو بس الضخامه، راحه الجسم، قوه العضلات، وزياده المناعه، وفوائد عديده يعني.